الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى فطار مختلف جدا جدا جدا، كشري في رمضان. ايوه كشري في رمضان، بس بطريقه جميله وخطوات بسيطه، بس هيديكي في النهايه كشري زي الفل. معايا طبعا العدس، نقيته وغسلته غسله كويسه ونقعته حوالي ساعه، والحمص كمان نقيته ونقعته بقاله حوالي مثلا ساعتين مثلا، ومعايا الطماطم ضربتها، معايا شعريه، رز، نوعين من المكرونه، الليمون وطماطم وعيش شامي هنشوف هنعمل بيه ايه، ومعايا البصل بتاعي اللي هعمل منه الورد، قطعته بالمنظر دوت وهكمل تقطيع. اول حاجه هعملها معاكم دلوقتي بسرعه عشان نلحق فطارنا، هنسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبتدي. طبعا الحمص انا غسلاه ونقعاه، هغير الميه بتاعته، احط له ميه جديده ولا عليه على الايه، على البوتاجاز. دلوقتي حبايبي البصل معانا اهوت، قطعته وفرطته من بعضه كده، احط له سنه ملح، واحط له حوالي معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا، وهقلبه في قلبيه ونروح على طول، مش هنسيبه على طول على الزيت، هنقلي كده حبايبي. بدات اهوت اطلع البصل، طلعيه باللون دوت، ما تغمقوش عن كده عشان ما يمررش منك. دلوقتي حبايبي انا قطعت العيش الشامي وهبدا اقليه معاكم، بس لازم يكون ايه كميه زيت ايه مناسبه، وبرده طلعيه لونه ذهبي علشان يبقى حلو معاكي، واول ما يطلع هترشي عليه شويه ايه ملح وفلفل وكمون كده مظبوط قوي. هنطلعه بقى عشان ايه اكتر من كده هيبقى ايه اتحرق منك، ذهبي فاتح كده. دلوقتي العيش معايا اتحمر، هديله رشه من الكمون والملح والفلفل الاسود. دلوقتي حبايبي هعمل العدس، طبعا نقعينه اكتر من ساعه. هاخد شويه زيت من الزيت اللي انا قاليه فيه البصل، وانزل بيه بالعدس بتاعي، هعمله معامله الرز. بسم الله. هضيف له سنه فلفل اسود، كمون والملح، هقلبه تقليبتين مع الزيت والتوابل والملح، واضيف له الميه بتاعته. طبعا انا نقعيه، فالميه بتاعته هتبقى يا دوبك على وش العدس، اقل من ميه تسويه الرز. شوحته شويه في الزيت والتوابل، هنزل بالميه بتاعتي. بسم الله. ميه بتغلي كده، كفايه قوي ميه علشان العدس بتاعي مسلوق، عشان يطلع مستوي ومفلفل وزي الفل كده حبايبي. بعمل الرز، حطيت انا بقى الرز بتاع الكشري، كميه الشعريه تبقى قد كميه الرز، يعني هتعملي نص شعريه تعملي نص رز، ربع شعريه ربع رز. هحط له مكعب مرق والملح وسنه فلفل اسود وخلاص. حطيت الملح ومكعب المرق وسنه فلفل اسود، وهنزل بالميه بتاعتي اللي بتغلي. هسيبه بقى يتشرب واوطي عليه شمعة لحد ما يستوي. هعمل ايه الصلصه بتاعه الكشري، ده زيت برده من بتاع قليه البصل. هنزلت بالثومه، اول ما التومه تبقى ذهبي فاتح، ما نغمقش التومه، ننزل بحوالي ربع فنجان خل، من ربع فنجان قهوه خل، يعني فنجان القهوه ربعه خل. تمام، هي خلاص اهيت. هنزل بالخل. بسم الله. وانزل بالطماطم. بسم الله. طماطم عصراها مصفياها من القش، وانزل بالتوابل بتاعتي، عباره عن كزبره ناشفه وكمون، وهظبط الملح بتاعي، شويه من الفلفل الاسود كده. خلاص الحمص استوى، احط له شويه ملح بس، لان كده كده هاخد الميه بتاعته هعمل بيها الدقه. هنعمل شويه شطه، شويه زيت، بس بقى ايه ابعدي شويه بس ما تحرقهاش. اول ما تلاقيها ايه غلت معاكي كده، هتحطي لها شويه ميه وخلاص، برده من بعيد وتحرصي علشان ما تتحرقيش. حرصي جامد جدا، لان الشطه ديت في الزيت بيبقى ريحتها قويه. لو عندك جيوب انفيه زيي البسي كمامه وانت بتعملي الشطه. كده خلصت، هحط لها شويه ميه. هسلق المكرونه، ميه بتغلي، حطيت ملح، هنزل بالمكرونه بتاعتي، المكرونه بقى اللي تحبيها. المكرونه اتسلقت، صفيتها، رجعتها في الحله، حطيت لها شويه زيت من تحمير البصل وسنه فلفل اسود صغير كده. خلصنا، هنشوف بقى نعمل الدقه. دلوقتي حبايبي هعمل الدقه، ودي سلطه الكشري، بتبقى عباره عن فلفل وطماطم. هحط لها شويه ليمون وشويه كمون وسنه ملح، واحط سنه ملح، ودي كده الطماطم دي خلصت. دي بقى الدقه معايا. هحط لها كميه من الليمون، حوالي 3 4 ليمونات معصورين، ربع فنجان خل،
وهتاخد معايا كزبره، كمون، فلفل اسود. طبعا الميه دي ميه سلق الحمص ففيها الايه الملح لو فاكرين، وحوالي 3 4 فصوص ثوم. ودي كمان كده الدقه بتاعتنا خلصت. كده احنا عملنا كل مكونات الكشري معانا. هنبدا نشوف هنغرفه ازاي. حبايبي افطارنا النهارده يا رب يعجبكم. زي ما انتم شايفين شويه كشري كده يفتحوا النفس ويكسر بقى ايه الملل من الاكل كل يوم. شايفين كمان العيش معاه المحمص جميل، تحفه 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 تحفه. جربوا بس كده بطريقتي وهيعجبكم. وسلطه الطماطم بالفلفل والليمون، والصلصه بتاعت الكشري ممتازه. وشايفين بقى الكشري والورد بتاعنا ممتاز ومقرمش وجميل. يا رب بقى يعجبكم سفرتنا النهارده واكلتنا. ويا رب ما تنسونيش بقى لايك وشير واشتراك. ومع السلامه.